أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم سنتحدث عن التتويج التاريخي للرجاء البيضاوي، لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. ألف ألف مبروك لعشاق وجماهير الرجاء البيضاوي، ألف مبروك للقلعة الخضراء، ألف مبروك لهذا الكيان العظيم. كيان استحق أن يتوج بهذا اللقب للمرة 13 في تاريخه، للمرة 13 في المستوى الدوري المحلي. الرجاء البيضاوي بغض النظر عن فاز أو لم يفوز بهذه المسابقة كان يجب عليه أن يفوز. لماذا؟ لأنه لم ينهزم على مستوى الدوري المحلي، وكانت ستكون حسرة على جماهير الرجاء وجماهير العاشقة للرجاء البيضاوي، لأن الفريق لم يخسر ولا مباراة. موسم استثنائي حقق فيه رقم قياسي على مستوى النقاط 72 نقطة، إلى جانب أن الجيش الملكي أيضا حقق رقم قياسي على مستوى النقاط ب 71 نقطة، لكنه لم يفوز ولم يتوج باللقب للأسف. لكن هذا هو عالم كرة القدم، هذه هي سنة الحياة، هنالك فائز وهنالك خاسر. لكن على مستوى الإمكانيات وجودة اللاعبين، فالجيش الملكي والرجاء البيضاوي كانا في قمة المستوى. 72 نقطة للرجاء، 71 نقطة للجيش الملكي، لكن البقية أين؟ البقية لم يحققوا المستوى المطلوب، لم يرتقوا إلى المستوى المطلوب. الفرق كالوداد وبركان أين هم من المنافسة؟ لم ينافسوا الرجاء والجيش الملكي، وبالتالي فيجب إعادة النظر على مستوى الوداد وعلى مستوى بركان، الذين كانوا دائما ينافسون الفرق على المستوى الإفريقي، هم من يمثلون المغرب على مستوى المحافل الإفريقية والعالمية. لذلك هنالك حسرة بالنسبة لجماهير الوداد وجماهير بركان. بالعودة إلى الرجاء البيضاوي، كما قلنا حقق موسم استثنائي، موسم اللا هزيمة الذي حققه فقط ثلاث فرق: الهلال السعودي، وباير ليفركوزن الألماني، والرجاء البيضاوي. وبالتالي الرجاء البيضاوي كان لديه أفضل دفاع هذا الموسم، كان لديه أفضل حارس هذا الموسم، كان لديه الهداف في المسابقة هذا الموسم، وكان لديه ثاني أفضل هجوم هذا الموسم من ناحية التهديفية. لذلك استحق الرجاء أن يتوج بهذا اللقب. تتويج ذكرنا بسنة 2020، حينما كانت المنافسة الشديدة بين ثلاثي الرجاء وبركان والوداد، حينما كان يتنافسان حتى الجولة الأخيرة، وحسمها الرجاء في الدقائق الأخيرة بسيناريو كلنا نعلم ذلك السيناريو جيدا. الرجاء والجيش الملكي يجب عليهم أن يستثمروا هذه النتائج على المستوى الإفريقي. صحيح حققوا المطلوب، الجيش الملكي فاز بالدوري الموسم الماضي، والرجاء فاز هذا الموسم باللقب، لكن على المستوى الإفريقي يجب أن يتم استثمار هذه الأشياء، لأن الفرق الإفريقية لديها خبرة على المستوى الإفريقي، والرجاء والجيش الملكي لم يعودا يحتكان في الاحتكاك واجب في هذه المسابقات. الرجاء لديها فريق كبير ممكن أن ينافس الأهلي والترجي، شريطة أن لا يقوم الرجاء ببيع بعض اللاعبين، وأن يقوم بانتداب بعض اللاعبين ليعززوا فريق في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. لذلك أعتقد بأن الجيش الملكي والرجاء البيضاوي على المسار الصحيح. أيضا ما يثير إعجابي أن الفريقين ليس على المستوى المحلي فقط، كانا قويين حتى على المستوى كأس العرش، هما وصلا إلى النصف النهائي. الرجاء سيواجه المولودية مرة أخرى، والجيش الملكي سيواجه المغرب الفاسي. في سيناريو ربما سنشهد نهائي ما بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. حينئذ يمكن للجيش الملكي أن يزأر من الرجاء والفوز عليه في النهائي، أو أن الرجاء سيؤكد سطوته على المستوى المحلي بالفوز بالدوري والكأس. إلى ذلك الحين سأجدد أن أقول ألف ألف مبروك لعشاق الرجاء البيضاوي، وهارد لك لعشاق الجيش الملكي، ونتمنى التوفيق لباقي الفرق في المواعيد المقبلة إن شاء الله.